أهلا بيكم في مطبخ ليليان. النهاردة هنعمل مع بعض الجمبري الستير فراي بصوص السويت اند ساور بطريقة المطاعم الآسيوية أو الصينية. بيبقى الجمبري طعمه خفيف وما بياخدش وقت خالص، والصوص بتاعه بيبقى طعمه حلو قوي. هنحتاج أول حاجة كمية من الجمبري، يفضل يكون الحجم المتوسط أو الكبير. طبعا نضفناه وغسلناه كويس وصفيناه من أي مية. والتوابل هنحتاج ملح وفلفل وبابريكا وشوية من الكركم ونص معلقة صغيرة من نشا الذرة. هنحتاج كمان معلقتين من الصويا صوص ومعلقة كبيرة من عسل النحل، وممكن كمان تحط هوت صوص لو عايزينه سبايسي. وهنحتاج معلقة من عصير الليمون وأربع فصوص توم متقطعين مكعبات أو شرايح صغيرة. والخضار بتاعنا هنحتاج بصلة كبيرة متقطعة قطع كبيرة كده، وهنحتاج 3 من البصل الأخضر برضو متقطع كبير، وفلفل أخضر وأحمر كله متقطع قطع كبيرة. وهنحتاج معلقة صغيرة من النشا مدوبينها في ربع كوباية من المية علشان في الآخر خالص يعمل لنا صوص ليه سمك كده حلو. هنبتدي نحط التوابل بتاعتنا كلها على الجمبري ونقلبه كويس قوي. تكون الطاسة بتاعتنا فيها 4 معالق من زيت الزيتون، تكون سخنت حلو قوي. وبعد كده هننزل بالجمبري بتاعنا ومش هنقلبه كتير لغاية ما نلاقيه ابتدى يستوي. الجمبري ما بيطولش خالص على النار، اول ما نحس انه ابتدى يغير لونه على طول هننزل بالثوم المفروم بتاعنا على الجمبري ونقلبه معاه مع الخضار. وهنكمل تقليب على نار عالية، وبعد كده نحط الصويا صوص والعسل وعصير الليمون ونقلبهم شوية. هتبتدوا تلاقوا الصوص ابتدى يتكون كده من تحت دقيقتين بالظبط. وبعد كده ننزل بالنشا اللي احنا دوبناها في المية على الجمبري، وهنلاقي على طول ان الصوص بتاعنا ابتدى يتقل ويبقى ليه سمك حلو قوي. هنكمل تقليب كمان دقيقة علشان نتأكد ان النشا كله استوى، وبعد كده نطفي النار ويبقى الجمبري جاهز. قدمناه مع رز ابيض. الجمبري بالطريقة دي بيبقى طعمه حلو قوي وخفيف وما بياخدش وقت خالص في التجهيز. ولو بتحبوا الاكل من المطاعم التشاينيز او المطاعم الاسيوية جربوا الوصفة دي وقولولي رأيكم. ولو عجبكم الفيديو النهاردة اعملولي لايك وسبسكرايب، واشوفكم في وصفة تانية. Thank you.